تحط لابواط والحمد لله تحطات، كنا فاهمين مزيان. اسئله على حساب الاخر، على حساب النصوص كانت سهله، وفي البرودكسيون وبطل عسكري كما قال السيد، وبرودكسيون اكريت حتى هي سهله، تحطات على لي زانيمو والعلاقه ديالهم بالانسان. الفرد كان ساهل وداك الشيء تعاملوا معنا الاساتذه وظريفين وداك الشيء كان زوين، وراه النجاح هذا العام ناجحين. فرنسا مزيانه الحمد لله. خدمنا شويه واخا الاساتذه تقصحوا معنا ما تعاملوا معنا ما والو. التربيه الاسلاميه شويه تعاملوا معنا خلونا ننقلوا شويه، دازت هي مزيانه الحمد لله. كما ديما حنا المسلمين ما نحتاجوش نحفظوا التربيه الاسلاميه. شوف تبارك الله الوجوه كي دايرين، الشيء كان الامور مضبوطه الحمد لله. مشينا مراجعين، داك الشيء اللي راجع راه غينقل، فهمتي داك الشيء نقيل ما كاينش ما غينقلش. وديما خوتي قرا وزيد قرا. كانوا الاسئله صراحه ما بيهمش ساهلين، وفي التربيه الاسلاميه من فرنسي كانوا شويه صعب شويه وصافي، والاساتذه صراحه كانوا ما بيهمش وكانوا ظريفين صراحه، ومهم خدمنا شويه وصافي. الاسئله بالنسبه للاسئله كانوا في المتناول، كانوا بالنسبه لهذوك اللي كانوا مراجعين راهما هذوك مزيانين، يعني ما صعبوش معنا، داروا بقيمه الاضرابات وداك الشيء. وبالنسبه عاوتاني الاساتذه كان تعاملهم مزيان وما عليهمش، راه ما كاينش الغش وهذا، حاضرين مزيان. الاسئله كانوا ساهلين، اللي حافظ راه خدم، اللي ما حافظش راه ما خدمش. فرنسي كانت شويه صعيبه علينا ولكن خدمنا فيها، والتربيه الاسلاميه راه خدمنا الحمد لله، خدمنا داك الشيء، توفقنا في التربيه الاسلاميه والحمد لله كل شيء على الله. الاسئله كانوا ساهلين صراحه، الاساتذه صعبوا معنا شويه، ما طلقوش لينا النقله، ولكن المهم الحمد لله جاوبنا مزيان. الصراحه فهمتي صعاب، ولكن راه ما قدناش الوقت كذا باش نكتبوا داك الشيء،